السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. آمين يا رب العالمين. قصتنا اليوم من شاب أردني وحب يحكي لنا رسالته، رسالة من متابع نسمعها. بس أول شي نصلي على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شاب من الأردن عمره 29 سنة، درس الهندسة وتخرج وهو شايف قدامه طريق واحد يتعب اليوم عشان يرتاح بكرة. هاد كان رأيه: اتعب وانت صغير ترتاح لما تكبر. اشتغل بشركة محترمة ومرتبها. كخريج جديد كان 350 دينار كويسين لشغيل تو يبدأ. المهم رقم معقول وقتها كان، إنه خاصة إنه عزابي وبدون مسؤوليات. بس ما كان طموحه هيك. شد حيله والتزم وتعلم. بعد سنة ونص من أجا عقد عمل برا بالخارج. عمل بالخليج. سافر وتغرب وبلش حياته من الصفر. حياة جديدة، راتب أضعاف مضاعفة. بس الغربة صعبة على كل إنسان. كان يحسبها صح مصروفه وتوفير. كان يوفر من شهر لشهر أكتر من راتبه اللي كان ياخده بالأردن. سنة ورا سنة، شهر بعد شهر، المبلغ صار معه مبلغ محترم. وحقق حلمه، حلم كتير من الشباب. اشترى شقة بعمان بمنطقة كويسة، وتجهيز بيت كامل. ظل ناقص شو؟ ناقص العروس اللي تزين حياته وتزين البيت وارتاح من العزوبية. شاب عنده قاعدة، واللي هي إنه ما بيحب العلاقات ولا بيحب التعارف ولا بيحب يشغل حاله السوشيال ميديا. بده زواج على سنة الله ورسوله، وتختارها أمه تكون محترمة وبنت ناس. هو مؤمن إنه الزواج التقليدي أضمن وأبعد عن الشبهات. هيك كانت أمه وأبوه اتزوجوا، وهيك الأهل كلهم اتزوجوا. وحب إنه يختار بنت الحلال المحترمة اللي بتخاف ربنا وتصوم وتصلي. هاد أكبر أمنياته. فعلا الناس دوروا، أو أمه وأبوه دوروا، وتعرفوا على بنت حلال عمرها 24 سنة على وجه جواز. أهلها راحوا شافوها ورجعوا. أهله راحوا شافوها ورجعوا. حكوا له: والله ما شاء الله عليها، ما في أحسن من هيك وصفها وكل إشي. طولها ممتاز، عيونها حلوة، كل إشي بيها حلو، بس مش مكملة تعليمها. قالها: مش مهم، المهم إنها محترمة. نزل على الأردن علشان يشوفها وارتاح لها، وهي حسب إحساسه ارتاحت له. قرروا يقرأوا الفاتحة، والأمور ماشية وما في إشي، ما في مشاكل. رجع على الخليج وصار التواصل بينهم رسائل، وهات رسالة وخد رسالة، ما في أكتر من هيك. كان زي ما تحكوا ودوا لها رسالة يوديها الصبح، بس الردود كانت دائما متأخرة، مش ساعة ولا ساعتين. كانت ترد عليه بعد يومين أو ثلاث حسب ما تفضوتها. هو بيبرر لحاله: يمكن ما بتمسك التلفون. هاد اشي كتير منيح. هاد بيبشر على انها مش تبعت فيس ولا تبعت آه، ولا تبعت تلفونات طول الليل والنهار. تمسك التلفون وأنا أضل أقول: مع مين بتحكي؟ يلا، هاي بشرة خير إنها ما بتمسك التلفون. مع إني كان نفسي إنها ترد علي بسرعة، زي ما أنا بكون متلهف إني أكتب لها. قال: بس نخطب رسمي أكيد كل إشي رح يتغير. إحنا لسه فاتحة، ما بدي أضغط عليها. نزل مرة تانية على الأردن، خطب، كتب الكتاب، جاء وجابوا جاها، كل إشي حسب الأصول. صار يزورها كل يومين مرة عند أهلها، ومرة يطلعوا مشوار خفيف، وكل إشي حسب التقاليد وكيف بيسووا أهل البلد. بس الإحساس كان غريب، هدوء زيادة عن اللزوم، كلام قليل جدا، ولا مرة تبادر تقول لي كيف حالك وأخبارك، ولا كأنها بتعرفني. بتطلع ساكتة وبترجع على بيتهم ساكتة، كأني خارج مع واحد صاحبي. صار يتصل فيها كل صباح: كيفك؟ افطرتي؟ شربتي القهوة؟ شو بتعملي؟ شو جوابك اليوم؟ شو بتشتغلي اليوم؟ شو سويتي؟ جوابها دايما مختصر: افطرت، شربت الشاي، الحمد لله. اكتر من هيك ما بتجاوب ولا بتحكي معي اي اشي. السؤال مقابل السؤال، والرد حسب السؤال.
حاسس حالي خاطب لكن على الورق وبس. الخاتم الخطوبة بإصبعها فقط لا غير. مش حاسة بيا، مش حاسة إني أنا خطيبة وإلي حقوق عليها، إنها ترد، إنها تدلعني، إنها تحكي لي أي إشي بس اللي يفرح قلبي من ناحيتها. رجعت للخليج بيوم من الأيام الصبح، بعت لها صورة الفطور اللي أنا عامله بنفسي. كتبت لها: أنا هيك فطوري، أنا عملته بنفسي وزينته وزبطته علشان إن شاء الله بيتنا إن شاء الله عن قريب أفطرك نفس هاد الفطور. ردت وقالت: منيح، حلو كتير، مرتب، تسلم إيدك. قالها باللطف: يعني افطرتي؟ أجا الرد اللي كسر بخاطره، قال: افطرت وبكفي أسئلة ما إلها معنى. شو هاد؟ في واحد بيحكي لخطيبته: افطرتي، تعشيتي، شربتي مي، صليتي؟ ترى أنا مش بنت صغيرة علشان تعاملني معاملة الأطفال. احكي معي حكي زي العالم والناس، أو ضلك ساكت أحسن لك. هون الإحساس واضح إنه مش مش مخداني بإرادتها. زاد إحساسي إنه مجبور علي. الشاب بيقول: الغريب إنها أمها كانت تحب وترحب فيا، كل ما تشوفني تفرح كتير وتشيلني عن الأرض. أما هي استقبالها كانت تستقبلني بالبيجامة اللي كانت لبساها، كانت تستقبلني بأي إشي بتكون لبسها، ما بتغير، ما بتهتم بحالها، ما بتحط أي مكياج، ودايما وجهها عبوس، دايما مكشرة، كأني جاي أجبرها على إشي أو أطلعها غصبت عنها. كانت تتعامل معي كأني بياع غاز ولا أي واحد من الجيران، مع احترامي لكل العالم، بس هي كانت تتعاملني كأني واحد جاي تشتري من عنده وتروح. حكيت لأمي الموضوع كله، وقلت لها إني متضايق من هاي المعاملة. روحي فهمي أمها شو القصة، البنت مجبورة علي، خلينا نفكها وإحنا لسه على البر. كان الرد بسيط وصادم بنفس الوقت: هي بس بتدلع عليك يا ابني، وبنات هالأيام بدهم يعيشوا قصة حب. هي خطبت خطبة تقليدية، والصراحة هي ما كانت موافقة، بس أنا وأبوها اللي خليناها توافق. وابنكم ما شاء الله عليه ما بينقصوا أي إشي، بكفي إنه من عيلة محترمة، وعنده شقة لحاله، وعنده كل إشي يميز الشاب. ما في أي غلطة، وإنه معه مصاري كتير، والحمد لله مش راح بنتنا تحتاج أي إشي. اليوم الشاب محتار وبيحكي لكم: ضايل شهر على العرس، شو أعمل؟ بس السؤال اللي خطر ببالي واللي راح يجنني إنه البنت مش راغبة فيا ولا واحد من مليون. أبوها وأمها هما اللي بدهم إياني. أنا كان نفسي إنه بس نتزوج، أخلص شغلي بالخليج وأرجع أعيش معاها بالأردن. بس الظاهر من معاملتها السيئة إلي، الظاهر إني مش راح أرجع، مش راح أجي أتزوج. وانتو بالله عليكم، أمانة عليكم، إنكم تحكوا لي رأيكم: أتزوج أكمل السيجة، أو أفكها من عندي وأخلص، وأنا ما مش ناقصني هم فوق همي. وهاي هي قصة الشاب الأردني، وبتمنى منكم إنكم تحكوا له رأيكم بصراحة. والله مني وعلي باين وواضح وضوح الشمس إنه البنت مجبورة عليك، مش عشان عندك شقة وعشان عندك كل إشي إنها تقبلك. هي بدها تعيش قصة حب مسخرة وقلة حياة ولف وملف، وبدها تكتب رسائل حب وعشق وهيام، وانت بدك بنت مستورة وبنت عيلة. إذا بدك رأيي، فكك من هالسيرة وشوف لك واحدة غيرها. والبنات أكتر من الهم على القلب. هاد رأيي، وأنا آسف حكيت لك إياه بكل صراحة. بحبكم بالله، صلوا على النبي كتير، أمانة بالله عليكم إنكم تكتبوا بالكومنتات شو رأيكم بهاي القصة، برسالتنا من هاد المتابع. بيستناكوا على أحر من الجمر. بحبكم بالله، صلوا على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت معكم سمر حوارات. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم. الله يا رب، يا رب يفرجها علينا وعليكم يا رب. أستودعكم الله التي لا تضيع عنده الودائع. سلام.